السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نعمل مع بعض كريب المحلات. هنعمله بدون بيض ولا لبن ولا زيت. هنعمله مع بعض بدقيق ومية بس، بدون أي تكلفة. هتعمليه في 5 دقايق، بينفع معاكي للفطار والغدا والعشاء. بدل ما تروحي تشتريه من بره بالغالي، لا احنا هنوفر ونعمل حاجة حلوة لولادنا في قلب البيت. يلا بسرعة، لو عندك كوباية دقيق وكوباية مية، يلا بسرعة تعالي نعمل مع بعض الكريب في قلب البيت ووفري فلوسك. يلا بينا نبدأ ونسمي الله. بس أهم حاجة ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناة لو أول مرة تشوفيني. يلا بينا. اول حاجه هنعمل عجينه الكريب معانا. جبنا معانا طبعا الخلاط، حطينا فيه 2.5 كوباية من الدقيق، نزلنا على كل كوبايه بنحط لها معلقه من النشا. دول 2.5 دقيق خدوا معايا 2.5 معلقة من النشا، وحطيت عليهم نص معلقه ملح صغيره، وباكت من الفانيليا، ومعلقه سكر. وبنفس الكوبايه اللي بنعاير بيها الدقيق بنحط بيها الميه. حطينا طبعا 2.5 من الميه. اي كميه دقيق انت عايزاها بتعايرها بالكوبايه وتحطي بيها الميه بالظبط، وكل كوبايه دقيق بتاخد معاكي معلقه من النشا. بعد كده بنضربه مع بعض في قلب الخلاط، ونجيب معانا طبعا الخلاط تاني، نقلب العجينه من الجنب عشان برضو ما تعملش اي تكتلات. بعد كده برجع اضربها تاني، واجيب معايا مصفى واصفيها. هسيبها ترتاح معايا 10 دقايق لحد ما نجهز الحشوه معانا. طبعا بنحط صابعنا ونعمل خط كده في النص، اول ما دخلوش على بعض نعرف ان هي كده العجينه ناجحه معانا. بعد كده بنيجي نجهز معانا الحشوه. نجيب معانا صدر فرخه هقطعه معايا صوابع رفيعه. طبعا الحشوه دي ترجع لك انت، سواء اذا كانت لحمه او فراخ او جبن بس او لانشون او سجق، اي حشوه هتعجبك. لو انت حابه الفراخ ستريبس ده برضه حسب راحتك. انا عامله الفراخ معاكي ستريبس في الفيديوهات الموجوده على الصفحه، اعملي اشتراك واتفرجي على طريقتي فيه، هتعجبك ان شاء الله. كده خلاص انا قطعتها معايا قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده بالحجم ده. بنجهز معانا بقى التتبيله بتاعتنا. بنجيب معانا علبه زبادي، وبعد كده معلقه كبيره من البابريكا، ونحط عليها معلقه صغيره من الثوم البودر. بعد كده معلقه كبيره من بهارات الفراخ، زائد معلقه صغيره كمون. وبعد كده بنجيب برضو معلقه كبيره من الكاري والكركم مع بعض، ومعلقه صغيره من السكر، ومعلقه صغيره من الملح. طبعا الملح ده حسب راحتك انت بتدوقي وتشوفي الملح حسب ما انت بتحبيه. ونحط معلقتين من الزيت، زائد معلقه من الخل، زائد ليمونايه، ونقلب المكونات دي كده كلها مع بعض. بننزل عليها بعد كده بمعلقه كبيره من دبس الرمان، ومعلقه صويا صوص اذا كان متوفر عندك. لو مش عندك عادي خالص مفيش اي مشكله. هنقلب الخلطه دي كويس قوي مع بعض. بعد كده بننزل فيها بالفراخ، وبنسيبها بتقعد حوالي ساعتين في قلب التتبيله. ولو مستعجله على ما نسوي الكريب على طول، اشتغلي فيها على طول، بتبقى جميله قوي برضه. وممكن تحطيها في اكياس معاكي في الفريزر وتطلعيها عند الاستخدام، بتبقى جاهزه معاكي على طول. يلا بينا كده نسوي الكريب مع بعض. بعد كده بنجيب معانا طاسه غير لاصقه بنسخنها معاكي على البوتاجاز، نديها دهنه خفيفه كده من الزيت اول ما بتسخن معاكي. بعد كده بنشيلها من على البوتاجاز على طول لحد ما تهدى معاكي شويه. وبنجيب معانا اي معيار بنحط بيه، بنكب بيه الكريب في قلب الطاسه ونلفه بيها جامد زي ما انتم شايفين كده. انا كان معايا الكبشه حطيت بيه، انت لو عندك كوبايه او اي حاجه حسب طاستك انت، بتسيبيه لحد ما بياخد لون كده من تحت، وتلاقي الجوانب بتاعته بدات تنطر كده وتطلع. بعد كده بتقومي ماسكاه وقلباه بايديكي كده، بيبقى سهل جدا في القلب. طبعا بقى الحمار ده لو انت عايزه تحمريه او حمريه، عايزه تعملي زي ما انا عاملاه كده، دي حاجه ترجع لك انت. هعمل معاكم واحده تاني برضو كده مع بعض. الطاسه ما بتدهنش تاني زيت، هي بس بتبقى اول مره بس. كبات برضو بنفس المعيار وفردته كده معاكم. لازم الطاسه نشيلها من على البوتاجاز لحد ما بتهدى شويه، وبعد كده نقوم مكبين نفس الكميه عشان ما يجمدش منك على طول. هخلص الكميه كده ونرجع تاني نشوفها مع بعض. بعد ما خلصنا كميه الكريب غطيناها معانا بفوطه عشان خاطر ما ينشفش مننا. نجيب بقى بعد كده الفراخ اللي احنا عاملينها معانا، مقطعينها مع بعض كده التقطيعه دي، وحطيناها في التتبيله الحلوه دي. جبنا معانا طاسه برده سخنه قوي على البوتاجاز، نزلنا عليها بمعلقتين من الزيت. اول ما سخنوا معانا نزلنا على طول بالفراخ.
واديتهم على طول تقليبه حلوه، ما بهديش النار عشان ما تنزلش مني ميه، عايزاها تبقى ناشفه خالص. افضل اقلب فيها كده واسيبها شويه لحد ما تستوى معايا. كده خلاص هتخلص معانا، ونبدا بقى مع بعض نجهز كده مع بعض الكريب. كده خلاص بقى جهزنا كل حاجه معانا. الفراخ اللي احنا عاملينها بالطريقه التتبيله الحلوه دي، وده الكريب معانا. كميه طبعا اللي احنا عاملينها، نشوف عاملين معايا كميه حلوه جدا. جبت بقى معانا طبعا المستردة والكاتشب، وقلت شويه بطاطس كده صوابع زي ما انتم شايفين، وقرن فلفل حار، وطبعا الجبن بقى، جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، اي جبنه انت عايزاها. بجيب بقى طبعا معايا دي، كان معايا ميكس من الجبن. جبت بقى طبعا معايا اول كريبايه زي ما انتم شايفينها كده، قطعت حته بس كده ايه بالطول من تحت كده زي ما انتم شايفين، عشان اعرف الفها تلف معايا لفه حلوه. حطيت شويه جبن تحت، وحطيت عليها البطاطس، وحطيت بقى الفراخ بتاعتنا الحلوه. نزلنا على طول بقى بالكاتشب، ونزلنا على طول بالمايونيز، ولفناهم زي ما انتم شفتوا. بعمل واحده تاني برده معاكم اهو. برضو شوف نزلنا بالجبن والبطاطس، اي حشوه موجوده عندك بقى، سواء سجق، سواء لحمه، سواء ستريبس، اي حاجه انت عايزاها. دي الفراخ اللي احنا تبلناها مع بعض، جميله جدا في قلب الاكل. هلف كده كلته، ونرجع بقى كده مع بعض نحطه في قلب الطاسه مع بعض. سخنا معانا بقى طاسه كده على البوتاجاز، نزلنا فيها بمعلقتين حلوين من الزيت عشان يقرمش الكريب معانا. نزلنا طبعا بالكريب زي ما انتم شايفين كده. انا طبعا معليه البوتاجاز لان كل حاجه مستويه في قلب الكريب، يا دوبك بس كده ياخد لون معانا كده من تحت، ونبدا نقلبه على طول. شوف كده، انا بقلبه شكله حلو قوي، ولا ريحته مش قادره اقول لكم، اصلا ريحه الكريب جميله جدا. حطيت برده معلقه زيت تاني عشان كان لسه عايز عشان يقرمش معانا. جبت بقى شويه كده جبن من اللي احنا جايبينها، وحطيتها كده في قلب الطاسه، طبعا طاسه غير لاصقه، وقمت جايه بقى بالوش زي ما انتم شايفين، ونازله عليها على طول زي بتاع المطاعم بالظبط. كده بصراحه كده فيديو النهارده خلص، شايفين عامل ازاي في مطه الجبنه جميله. عملت برده واحده تانية معاكم اهو. كده خلاص فيديو النهارده خلص، اتمنى ان هو يعجبكم وتجربوها. بس اهم حاجه ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه.